يا مساء الهنا. النهارده هنعمل باستا حلوه قوي، بانيه بالكريمي باستو صوص، وهنبتدي من السكراتش، يعني هنعمل الباستو صوص من الاول خالص. الباستو صوص اصوله بيتعمل بالسنيبر، بس انا عشان بقى مكلف قوي السنيبر قلت هعمله لكم بطريقه نتحايل على القانون فيها يعني، ونعمله من غير سنيبر وهيطلع حلو قوي. هنبتدي اول حاجه في الكبه بتاعتنا، هنحط زيت زيتون، وهحط فص توم، وهحط ريحان فريش، وهحط شوية خل، وهحط جبنة بارميجان مبشورة، وهقفل عليه. هبتدي أضرب. عملنا الباستو صوص خلاص، هبتدي بقى في الصوص الباستا بقى بالكامل، كل حاجة فيها. أول حاجة هحط شوية زيت زيتون، وعلى طول هنزل بشوية الثوم، وهروح واخدة الدرايد توميتوز، وكمان هحط واحد مكعب مرق، ده اختياري، اللي عايز اللي مش عايزه بقى فيش داعي منه. هحط شوية ملح وفلفل، هاخد معلقتين من الصوص اللي عملته، وهروح حاطة الجبنة البارميجان بتاعتي المبشورة، وهنزل بالريحان، نسيب كام ورقة للتزويق، وهنزل بشوية ورق ريحان، وهروح حاطة شوية كريمة لباني عشان اخليه كريمي باستو صوص. وزي ما اتفقنا ان احنا مش بنعمل الكريمة اللباني كوكينج، انا بستخدم الويبنج كريم اللي هي بتاعت الحلو، عشان بتدي طعم احلى كتير قوي قوي قوي. هاخد الباستا البانيه وهنزل بيها على الصوص بتاعي، وهاخدها تقليبة. وجهز طبق الباستا السيتشيليانو اللي بالكريمي باستو صوص. مش عايزة اقول لكم جماله، يعني القلب ضعيف بلاش يتفرج على الفيديو ده، حاجة كده من ورا الخيال، وانا مش قادرة بصراحة اقاوم غير اني اكله قدامكم، اغيظكم شوية بقى، من حقي، تعبت في الوصفة على فكرة. والله ما حصلش، مش عشان انا اللي عاملاه، بجد جربوه وابعتولي اسئلتكم وكومنتاتكم، واللي يعمله يبعت لي صوره ويعمل هاشتاج سيتشيليانو شيف غدا نوارة، ونشوف هنعمل بالستوريز لعب اخر جمال.